يا صباح الهنا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بقالي كتير قوي ما عملتش معاكم فيديوهات، فقلت كده ايه اطلع واعمل معاكم كفته وندردش مع بعضينا شويه. انا الصراحه مش عامله الكفته دي النهارده، انا لقيتها في الفريزر عندي حوالي، كنت عاملاها من شهر ونص، من ايام ما كانت ب 140 جنيه. دلوقتي ما اعرفش في ايه يا بنات الاسعار ده، بيقولوا لي اللحمه الجملي ب 230 او ب 240، مش عارفه الصراحه. بصوا ربنا يرحمنا، انا بقيت اسمع الاسعار كده واقول الحمد لله. هقول ايه طيب؟ هتقولي ايه؟ مش هتقولي الا كده. فلقيت بقى الكنز ده عندي، كنت عاملاها زي ما قلت لك بقى لي فتره. طلعتها بس كده يا دوبك فكت معايا وعقبال ما فطرت وكده كانت فكت الحمد لله. ومسكتها بقى ايه، صبعتها كده زي ما انت شايفه، حطيتها على صينيه. ممكن تعمليها كده او ممكن تعمليها كور صغننه، بتبقى حلوه. بس انا بحب اعملها كده، دي طريقه مامتي والعيله كلها الصراحه. حطيتها كده. وطبعا يا بنات انا كنت عامله معاكم قبل كده الكفته كذا مره قبل اصلا ما تروح للجزار. انا بعملها في البيت وبوديها بس يا دوبك للجزار تتفرم، لان انا ما عنديش المفرمه الكبيره دي. والصراحه حتى لو عندك عمرك ما هتطلعيها زي كده. فانا كده ايه، عملتها كيلو رز عليه كيلو لحمه مفرومه. يعني مثلا هتعملي كيلو، هتحطي قصاده كيلو رز تكوني بلاه مثلا نص ساعه، واحده شبت، واحده بقدونس، وبصلتين كبار، ومثلا فصين ثلاثه توم عايزه تستغني عنه تمام. وتوابلك بقى يا دوبك تروح تطحن في المطحنه بتاعته ديت، ويحط عليها اللحمه. طبعا كيلو قصاده كيلو، نص قصاده نص. والله الطريقه دي حلوه قوي. لو زودتي عن كده، يعني لو قللتي اللحمه هتفك منك، ولو زودتي مش هتبقى الطعم هو. كيلو قصاده كيلو ونص قصاده نص. خلاص بقى كده ايه، مسكتها قليتها في الزيت. بصي حلوه ازاي، حتى لما بفتح قلبها من جوه طعمها تحفه والله يا بنات، تحفه. وطبعا الحياء بتاعها مظبوط والحمد لله كله تمام. هبدأ بقى ايه اطلع كده. انا هعملها النهارده بصلصه حمراء، وهعملها بصلصه بيضه بالميه. تحفه. اللي بطريقه بتاعت الميه دي خفيفه قوي وحلوه، اللي هي ايه بمعلقه سمنه كده. تابعي الفيديو للاخر وان شاء الله هتشوفي الطريقه وهتعجبك قوي. خلاص كده بقى ايه، ابدا بقى ايه اطلع الكفته معايا، بطلعها على الصينيه عندي. انا لما بدخل المطبخ يا بنات بحب اخلص كله مره واحده. يعني مثلا طاسه محطوط عليها الكفته، طاسه تانية محطوط عليها الحياء بتاعها او التسبيكه او الصلصه الحمراء بتاعتها، والعين التانية هعمل الرز دلوقتي. فبلاقي نفسي نص ساعه وببقى خلصت كل حاجه وانجزت كمان. هنا كده الصلصه الحمراء دي انا عاملاها ممكن تعملي لها بصلايه صغيره وتحطي شفشه او لتر طماطم. الطماطم انا ما بحطهاش متسبكه يا بنات، ما بحطهاش متصفيه، انا بحطها كده. انت ممكن بقى عايزه تصفيها براحتك، بس هي يعني كويس، انا طحناها كويس في الخلاط وتمام معايا. ممكن كمان تعمليها من غير البصله، لان انا حاطه كنت يعني انت بتبقي حاطه بصل اصلا، فمش مش مستاهله بصل بقى. فممكن تحطيها معلقه سمنه بس يا دوبك تاخد وتدي كده، تتسبك معاكي شويه وتضيق معاكي، وبعد كده تسقطي فيها الكفته اللي انت قليتيها في الزيت دي. ممكن كمان تحطي معاها صوابع بطاطس عاديه، ممكن تحمريها او ممكن تحطيها كده برضو، بيبقى طعمها حلو قوي. وبتدي معاكي كميه كتيره لو انت مثلا عدد افراد كتيره ولا حاجه. لو حطيتي كام بطاطسايه كده مع الكفته والله بتدي معاكي كميه، وبتوفر كمان معاكي. طبعا كله بيدور على التوفير دلوقتي بس عايزه اقولك ان بجد كل حاجه غاليه، ان انت مهما حاولتي توفري بجد ربنا يعيننا. اللي مش هتصرفيه هنا هتصرفيه هنا، اللي هتوفريه من هنا هتلاقيه. مش عارفه بجد في ايه يعني. عارفين انتوا ايه اللي هي تجيلها كده تجيلها كده، بجد ربنا يرحمنا والله يا بنات. الحمد لله. خلاص كده بقى ايه، الصلصه الحمراء بتاعتي جاهزه، اتسبكت كويس. حطيت بقى سقطت فيها كده الكفته، وطبعا حيقتها، حطيت حبه ملح، فلفل اسمر، حبه بهارات. ممكن تستغني عن كل ده وتحطي مرقه دجاج تمام قوي. هنا بقى ايه كده خلصت كده، هعمل بقى ايه الرز. زي ما قلت لك انا بحب ادخل المطبخ اخلص كل حاجتي يعني، وكمان المواعين بتخلص معايا على فكره. بطلع من المطبخ ما ورايش حاجه، بطلع بقى ايه يعني كفايه الشقه تبقى يا اما هروقها يا اما ببقى مروقاها الصبح. لان انتوا عارفين يعني الوقت ده الشتاء دي بالذات بيبقى النهار قصير، وبتبقي بقى ولسه وراكي دروس ووراكي مدارس ووراكي لسه هتشوفي الولاد مثلا. خلاص احنا دخلنا على المدارس اهو، كل سنه وانتوا طيبين. الترم التاني جري يا بنات جري الحمد لله. فخلاص دخلنا عليه، فهتشوفي بقى اذا كنت هتقعدي مع ابنك ولا بنتك شويه تشوفي خد ايه، راح درس مش عارفه ايه. فبحاول اخلص قبل الغدا كل الحاجات دي، على اساس ان بالليل بقى الحبه الساعتين اللي هم بيبقوا قاعدينهم دول بالليل لما بيجوا من الدروس، نشوف بقى المدرسة بكرة مثلا، نشوف الجدول هيتعمل، نشوف كتاب ناقص، كراسة مش عارفة فيها ايه. انتوا عارفين التفاصيل الصغيرة دي اللي هي ايه بتاخد وقت. خلاص كده بقى حطيت ايه معلقة، هعمل بقى الرز بتاعي. حطيت معلقة سمنة معلقة زيت، انا بحب احمله بسمنة وزيت.
ما بحبش اعمله بسمن لوحده او زيت لوحده. واحط بقى الشعريه تاخد وتدي كده، وبعد كده اروح حاطه الرز على طول. عايزه اقول لك ان انا بقالي كتير قوي ما عملتوش الصراحه بالشعريه، انا بعمله على طول حبه بحبه، حبه وحبه. هي الطريقه، بس بتحطي ايه شعريه بدل الشعريه بتحطي رز، تبقى طعمها حلو قوي، بتبقى جميله الصراحه. بس انا قلت بقى اغير، بما ان عندي شعريه فيلا بقى نستغلها. الحمد لله يا بنات، والله عايزه اقول لك ان طول ما الواحد قاعد يقول الحمد لله ان انت قاعده في بيتك وسط ولادك في الدفا. الحمد لله. الحاجه بقت غاليه والحياه بقت صعبه، بس خلاص بقى هنعمل ايه طيب يعني؟ مفيش فايده خلاص. وكمان ايه، هي بيغلوا يعني كل يوم الحاجه بتغلى عن اليوم اللي قبله. مش عارفه بقى ده يعني من ايه بالظبط، بس هنقول الحمد لله. هتجيبي مش هتجيبي، بس اللي هيجيب كيلو هيجيب نص، واللي بيجيب نص هيجيب ربع. هتبقى الدنيا ماشيه كده. برضو هنقول الحمد لله وربنا يفرجها يا رب. هنا خلاص بقى كده حطيت كده الشعريه، ادتني اللون اللي انا عايزاه. حطيت بقى الرز بتاعي، كنت غسلاه غسله حلوه كده، تقليبه حلوه كده. انا بحب اقلب الرز حلوه قوي، عشان خاطر ايه، كل ما تقلبيه كده يبقى مفلفل وطعمه حلو. حطي بقى معلقه ملح، ممكن كمان تحطي مرقه دجاج المتاح عندك. انا ما كانش عندي الصراحه، ما جبتش الصراحه مرقه دجاج، مش عارفه وصلت 1000 جنيه ولا ايه. بهزر طبعا، مش معقولة 1000 جنيه، بس أنا بقولك على الأسعار يعني الصراحة. ربنا يرحمه. هديها بقى تقليبة حلوة كده، وبعد كده احط ايه المية من الحنفية يا بنات عادي، مش مية مغلية ولا اي حاجة. بعمله كده الطريقة دي، ومامتي بتعمله بالطريقة دي، وبيبقى زي الفل معايا. اظبط بس المية بتاعته، احط كمان حبة كمان، ويدوبك يغلي غلوتين، وهوطي لفوق. شفتي كده، تخليه زي الشمعة زي ما بيقولوا، او عين القهوة. بس توطي لفوق هيطلع معاكي احلى رز مفلفل. بس كده خلاص كده سيبيه. وطبعا الكفته بتاعتي انا كنت خلاص بشوفها كده، والحمد لله الحقيقه بتاعها تمام، وقفلت عليها. وخلاص بقى كده ايه، انا قليت كل الكفته اللي هي الباقيه دي كده. وخلاص كده هبدا بقى ايه، اطلع بس الطاسه ديت عشان اعمل كفته بالصلصه بالشوربه زي ما قلت لك، بشوربه بميه الموجود عندك. انا عايزه اقول لك ان انا ما كانش عندي شوربه الصراحه، انا كنت فاكره عندي بس ما لقيتش، فهعملها بكوبايه ميه كده حلوه برده مش وحشه. لو جربتيها والله هتعجبك. هنا خلاص بقى، انت ممكن على فكره في المرحله دي تحطي بطاطس يا اما ممكن تقليها، يعني بطاطسيتين ثلاثه كده، يا اما تقليهم وتحطيهم مع الكفته، يا اما ممكن تحطيهم كده على فكره من غير ما تقليهم، تقطعيهم صوابع، تقطعيهم مكعبات، زي ما انت عايزه. بس كده تروحي حطاها، ياخدوا غلوتين وبياخدوا طعم الكفته، وزي ما قلت لك بيوفر معاكي حلو قوي، وبيخلي لك الكيلو ده بمقدار 2 كيلو، لان بطاطس مع كفته الصراحه بتبقى طعمها حلو قوي. جربيها كده والولاد هيحبوها. كده خلاص الكفته خلصت، والرز كمان يا دوبك بس ايه وطيته لفوق. هبدأ بقى هنا ايه، احط ايه، اعمل الكفته التانية دي هحط كده معلقه سمنه حلوه، واسيبها تتقلب تقليبه حلوه كده لحد ما تسمعي صوت الخشوره ده، عارفاه؟ ايوه هو الصوت ده، تسمعيه كده ويبقى معاكي زي الفل. طبعا انا هحط بقى حبه ملح وحبه فلفل اسمر. هنا كان الرز لسه يا دوبك بس هيغلي، وهوطي لفوق، وهتشوفيه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. هنا بقى كده خلاص، كنت بقى حطيت دي الحله اللي هعمل بيها ايه، الكفته ام سمن. حطيت معلقه سمنه حلوه كده، وحطيت الكفته طبعا بعد ما حمرتها، واحط بقى ايه حبه ملح حبه فلفل اسمر، وبس كده اقلبها حلو. بس انا عايزه بس اسمع صوت اللي هو ايه، الصوت بتاع الخشوله ده. خلاص. وبعد كده بقى احط ايه كوبايه ميه او كوبايه شوربه زي ما انت عايزه، وهتغلي غلوتين. وتفرجي على الكفته، طعمها تحفه والله العظيم، طعمها حكايه. لو عملتيها هتحبيها عن التانية كمان اللي هي مصلصة حمرا دي، بتبقى حلوة قوي. دي طبعا طريقتنا في الافراح، طريقتنا في العزومات بتاعت الكفتة دي، طعمها بيبقى حلو قوي. طبعا في الزمن ده يا بنات يعني محدش يقول لحاجة لا، كل حاجة نحمد ربنا عليها. والله بجد نحمد ربنا على اي حاجه، ونعلم عيالنا على كده. مفيش حاجه اسمها ما بحبش الاكله دي، ما بحبش مش عارفه ايه، لا الحمد لله، احمدوا ربنا ان في اكل اصلا، والحمد لله. وناكل ونحمد ربنا. وانتي نفسك لو مش بتحبي اكله معينه او كده، ما توريش للعيل، ما تعرفيش العيل اللي انتي، بشوف امهات كتيره لا انا مش بحب ده، لا لا ما تقوليش كده. كلي، كلها نعمة ربنا. حتى لو انتي نفسك مش غصب عليكي، بيني نفسك اللي انتي بتاكليها عشان الولاد ياكلوا. والحمد لله في الزمن ده بجد والله يا بنات نقول الحمد لله الحمد لله. هنا خلاص الكفته اهي معايا تمام، اللي هي ام سمن، والكفته ام صلصه حمراء. وهنا رز، وكان عندي طبعا مخلل، كنت مخلله ليمون وزيتون، كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناه. لو عايزين تشوفوا طريقته كانت حلوه قوي، شوفي كده في فيديوهات راجعيها هتلاقي طريقته تحفه. يعني في 10 ايام كلنا احلى مخلل. وهنا خلاص كده يا بنات والحمد لله. لو وصلتي لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والشير، وقولوا
قولوا لي بقى ان شاء الله في الروتينات التانية عايزين نعمل ايه، يعني نعمل روتينات ولا نعمل اكلات ولا نعمل بقى تفريزات. اه هتقولوا لي الحاجه غاليه، بس برضه هنفرز على قدنا كده عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ابدا. اه هنفرز على قدينا، بدل ما هتشيلي 2 كيلو هتشيلي كيلو، بدل ما تشيلي نص كيلو هتشيلي نص، مش مشكله، بس نوفر ونحاول ندبر في بيوتنا، والحمد لله وربنا والله بيسهلها لنا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.